هاني فود اتقفش يا رجاله والمقارنات شكلها هتبوظ مننا. ازازه ويسكي؟ بعت لي ازازه ويسكي ليه يا حاج اشرف؟ عايزنا نتسطل ما اعرفش اقول رايي في الريفيو. اهلا بيكم في مقارنه احسن كيلو كفته في مصر الجزء الرابع. ده رابع جزء نعمله يا جماعه، واول واحد معانا المره دي في المقارنه كبابجي فرحات يا جماعه بتاع الازهر، ومن اماكن اللي ليها تاريخ، ناس بتعشق الحمام عندهم. احنا هنجرب المره دي الكفته لان هو برضه الكبابجي ليه شهرته، ومعانا اتنين جايين هم بس اتاخروا، فاحنا قلنا نبدا بدوت عشان الاكل ما يبردش. مفاجاه. يلا بينا نشوف سعر كيلو الكفته هنا بكام. كيلو الكفته واقف علينا ب 1240 جنيه. مش عايز اتكلم، انتوا شفتوا المقارنات. وطبق رز جبناه ب 40 جنيه. وتعالوا نسمي الله ونوزن الكفته كعادة هاني فود، بيوزن الحاجات اللي بتجيله. وللاسف يعني الناس بقت فاهمه الحوار دوت. الله على الدخان، الله على الدخان. يلا بسم الله نوزن كيلو الكفته. فرحات ما يعرفش ان احنا هنوزن الكفته. كيلو الكفته عند فرحات الكبابجي 650 جرام. يعني عشان تاخد كيلو صافي تطلب تقريبا كيلو وتلت او كيلو ونص، عشان يصفالك كيلو ونص بالمنظر ده. تطلب كيلو ونص يصفالك كيلو، والكيلو ب 1200 جنيه. احضر ايها المصري، تعال شوف اللي بيحصل. افتح انت توبه وتعالوا ندوق صابع الكفته بتاع فرحات الكبابجي. وده المنظر وجاي سخن ملهلب. الطعم ايه الحلاوه دي؟ في طعم سنه سبايس كده. هل ده من الفلفل الاسود اللي هم حاطينه ولا ايه؟ تعال نشوفه بالطحينه. وتعال اوريك منظر صابع الكفته عند فرحات. بص اللي بينزل من صابع الكفته، يا خرابي يا جدعان. ايه ده؟ دي دهون. اكل الكفته. صابع الكفته عند فرحات مخرز، يعني انا حاسس مش ماسك نفسه، لكن طعمه الصراحه تحفه. لكن هو وانت بتاكله تحس ان هو مخرز. طعمه حلو قوي، بس انا حاسس ان فيه فلفل اسود زياده. هات لي ايه؟ حته صابع تاني. وده منظر صابع الكفته عند فرحات. جميل، الدنيا كده ممتازه. الطحينه بتاعتهم تقيله تقل محترم زي ما انتم شايفين. طعمها بالطحينه والعيش بتاعهم. العيش طعمه حلو قوي مع الكفته الحلوه مع حته الطحينه. اطعم كفته اكلتها في حياتي. ده منطقه حلوه قوي، ولكن لو قللوا سنه الفلفل الاسود اللي فيها كفته عالميه من بدايه زمان. وده طبق رز عندهمش رز بشعريه، رز ابيض عادي وثمنه 40 جنيه. ودي المخللات 3 طحينه، واحد سلطه خضراء وواحد مخلل ترشي. دول اللي بيجوا مع كيلو الكفته يا جماعه. هناخد حته كفته كده وسن الطحينه الجميله بتاعتهم. الصراحه طحينه تحترم. ونسمي الله. بص الرز ده معمول بزبده، وانا راهن اي حد عليه. والشيف اللي جوه انا بقول لك ان انت عامل الرز ده بزبده ومحترم ومفلفل وجميل. و10 من 10 في الرز، والطحينه 100 100. والكفته حلوه جدا والطعم بتاع زمان. ولكن لو قللوا فيها سنه الفلفل الاسود لان واضحه شويه هتبقى 10 من 10. يعني قلل سنه الفلفل الاسود شويه هتبقى كفته عالميه. فرحات الكهاج الصراحه الكفته عنده تحفه، والكيلو ب 1200 جنيه. بس الميزان اللي مش عاجبني. خش على بعض والتاني يا جماعه واتفرجوا على اللي حصل لي. هاني فود اتقفش يا رجاله والمقارنات شكلها هتبوظ مننا. اقرا كده معايا يا حبيبي بيت المشويات كاتب ايه؟ الاهتمام بالاوردر كيلو كفته صافي. يعني عامل لي حاجه مخصوص. وتحت كاتب انا طلبت رز بشعريه عشان يبقى حسابه لوحده تبع الاوردر. يعني كاتبين كومنت بيت المشويات الاهتمام بالاوردر كيلو كفته صافي، عشان هم في الطرب كانوا باعتين لنا 650 جرام في الكيلو. كانوا باعتين له 650 جرام. قفشوا الرقم وعرفوا العنوان. هل المطاعم يا جماعه سجلت عنواني للدرجات دي؟ الموضوع مهم بالنسبه لكم. طب ايه رايكم اغير العنوان؟ طب بقى كل سكان شيراتون لما تيجي تطلب من المطاعم اطلبوا كيلو كفته والناس هتكرمكم. هو خلاص ما مش هيعرف. انا والله ما رقمي واللي طالب يوسف
وحاطين ما قلناوش اصلا كده، بس هم سجلوا بقى الارقام واحنا اصلا مسمينه ابو نوب بوبوس. ايه ده؟ طب هم كده هنظلم الباقيين في المقارنه دي، اعمل ايه؟ طب انا بقى مش هقيمكم في الوزن المره دي، هقيمكم في الطعم. هنشوف يا بيتي المشويات طب اهتم بيا انا. طب يا اخي كنت وفرت لي ال 1000 ونص اللي انا دافعهم، اديتهم لي انا. فين الرصيد الاصلي؟ الرصيد الاصلي راح فين؟ بصوا انا دافع بامانه الله اللي انا بقوله لكم ده ما تهريج، انا دافع 1552 بامانه الله، دافع الفلوس من جيبي. والبشوات كاتبين لي الاهتمام بالاوردر. يا بيت المشويات اهتم بالناس كلها يا عم، انا مالي؟ يعني انا تهتم بيا كنت سبت لي 1000 ونص. انت لو عايز تهتم بيا احسن ما تهتم بالاوردر، كنت اديتهولي ببلاش يا اخي. تحياتي لبيت المشويات اللي قدر يقفش هاني فود، بس هاني فود مش هتقفش وهيكمل مقارنات. اللي جاي لنا مع كيلو الكفته، طبعا احنا طلبنا واحد رز ب 72 جنيه، يقف بحاجه و80 جنيه، كنا جبناه قبل كده. وهنا كيلو الكفته المعمول وصايه، كاتب كده اهتمام بالاوردر، وامانه الله ولا حد قال لهم حاجه. اهلا وسهلا بيكم. وريني الحاجات اللي جايه مع كيلو الكفته، لان يا جماعه لو ما جاش قدموا شكوى في المطعم. انا بقول لكم اهو، لو المطعم بيت المشويات ما بعتلكوش المنظر ده، العيش ده 2 كيس عيش حوالي كل واحد 5 6 رغيفه و3 طحينه و3 مخلل، قدم شكوى. قول لهم انتوا هاني فود اشمعنى اهتميتوا بيه وكاتبين اهتمام بالاوردر، وهم بامانه الله انا مبلغ ان هاني فود. يلا بينا نوزن. وما كنتش لابس الجلافز، لبست جلافز اهو، وتعالوا نوزن كيلو الكفته بتاع بيت المشويات اللي مكتوب كيلو صافي. حاطين روزماري وحاطين لك البقدونس بتاعهم. يا خرابي يما لو الشيف سوحهم، المدير سوحهم. 800 جرام. يعني هم هنا قايلين لك يا راجل يا طيب كيلو كفته صافي، يعني ادوك كومنت ان ده هاني فود وهيقيمنا وبتاع، مع ان بامانه الله وحياه النعمه دي ما مبلغوا من هاني فود خالص ولا كده، بس هم قفشوا عنواني، فالناس بقت فاهمه الموضوع. طب انت ليه حطيت له 800 جرام؟ هل انت كشيف ما اهتمتش، ما همكش اللي يحصل في بيت المشويات، ولا المدير اصلا ما شغلش باله بالموضوع ده؟ حبيبي انا ماسك كنترول المطبخ، تحياتي ليك ان انت اديت اداء بما يرضي الله. انت ما اهتمتش بالاوردر زي ما هو مكتوب لك، يمكن انت ما خدتش بالك، حسيت ان ده حد تبع حد، ما خدتش بالك ان ده فود بلوجر. الحمد لله ان هي وصلت لي بالطبيعي. هو جاي 800 جرام، لو ما جالكوش 800 جرام رجعوا لهم بقى، قولوا لهم ده كان هاني فود جاي له كده. منظر صابع الكفته، خلينا في الاهم بالنسبه لنا. انا حاسس ان هنا صابع الكفته مبيض، يعني الشوي اللي هو بقى مبيض ده. تعالوا نسمي الله ونفتحها كده ونشوف اخبارها ايه من جوه. من جوه بتظهر التتبيله، هنا تقريبا مخلوط فلفل وبصل في الكفته من جوه، ومفيش فلفل الاسود الكتير اللي كان موجود في فرحات. ايه ده؟ ايه الجمال ده؟ ايه الطعامه دي؟ تحس ان اللحمه واضحه على الرغم ان هو باين البصل جوه. بص كده باين ان في بصل وفلفل، تتبيله يعني واضحه، ولكن عضتها جميله. طعم الكفته غنيه، ما فيهاش الدهون الاوفر. انا عندي في المطعم دوشه وزحمه اليومين دول، ربنا يزيده ويبارك الحمد لله، فهتسمعوا دوشه شويه في المقارنه دي. ويبقى منت الله امام ربنا ان طعم الكفته بريميوم قوي. اللي فاتت كانت شوحه كده في نفسها، هنا بريميوم قوي. بص تعالى نختبرها كده العصر ونشوف دهونها ايه. بص قرب معايا، قرب قوي. بص انا بموتها عشان تطلع كده. الدهون فيها خفيفه، ما فيهاش الدهون الاوفر. طيب يا عم تعالى نعمل لها سندوتش كده كفته. طحينه بيت المشويات من الاماكن اللي بتعمل طحينه عالميه. بص منظر طحينه اهو. بص انا قالب البتاع، بص طحينه تقيله وبيعملوا طحينه محترمه. الشيف اللي بيعمل طحينه هناك اخوك هاني فود بيحييك، وانا مبسوط منك ان انت راجل محترم عارف تعمل طحينه كويسه. يلا بسم الله. سندوتش الاستمتاع بس. طب عايز اقول لكم ان طعم العيش اصلا مسكر قوي، تحس ان انت عيش نضيف فيه خامه نضيفه قوي، والطحينه حلوه والكفته حلوه وبيت المشويات جامد، بس سعره جامد. انا هدفع 1550 جنيه عشان اكل كيلو كفته من عند بيت المشويات. الصراحه لو مره كل فين وفين هتتبسطوا قوي يا جماعه. عايز اخش على اللي بعده، بس عايز اقول لكم الصراحه بيت المشويات، انا رغم اني زعلان منكم ان انتوا عملتوا كده واهتمام بالاوردر والجو دوت،
وانتوا اثبتوا لي ان يعني يا حبيبي اللي كتبت كده انت فهمتني ان انا خلاص ما هغير العنوان المره الجايه، اغير رقم واغير العنوان، فمش هتعرف تجيبني تاني. انت كده زعلتني ان انت مهتم بيه. انا كان نفسي تبقى المقارنه عادله 100%، ان هو ده اللي هيطلع للناس. الرز قلت عليه المره اللي فاتت فقير، مش شارب سمنه، مش كواليتي واو، عادي، رز عادي جدا، معمول بزيت ما خدش سمنه نهائي، بسيط جدا الرز بتاعهم. بعد اذنك يا شيف، ما شاء الله عليكم في المشويات والطحينه والمخللات والدنيا بتبقى جميله، وعيش تحفه. اعمل شويه رز بقى حلوين، هتبقى تاخد 10 من 10 ونجمتين من هاني فود. خش على بقى تالت واحد معانا يا جماعه، كبابجي الرفاعي الطهره بتاع السيده زينب، ودي تاني مره يطلع معانا. وعايز احكي لكم قصه سريعه كده، ان الحاج اشرف لما عملت مقارنه الكباب كان طالع نص كيلو، طلع قال ان انا المفروض ان هو ما بيبيعش كيلو كامل كباب، يعني بيبيع كيلو كده، تلتين كباب وتلت كفته، ده قانون عندهم. فانا بثبت لك ان انا ما كنتش ظالمك ولا اي حاجه فعلا. انا طلبت بقى ازاي انا عشان اتعامل معاكم ازاي، طلبت كيلو ونص. قال لي كده بدل ما هديك تلتين وتلت كفته خد، قلت له كده هاخد كيلو ونص واديني كيلو ونص كفته. خدت كيلو ونص كفته بامانه الله، ولا دقته ولا اعرف طعمه امام الله، ولا دقته ولا اعرف طعمه، واديته لحد حد خده يعني. وانا بامانه الله اللي بقوله حقيقي. طلع اشرف رد علينا في ان انا ظلمتهم يعني في الفيديو. انا بعت اجيب كيلو كفته تاني هو من عند الرفاعي، وانا فعلا ما دقتش كفته ولا اعرف شكلها ايه، وهنشوف دلوقتي وهنوزن كيلو الكفته اللي هو بعته لنا. وتحياتنا لاشرف الرفاعي، تحياتنا ليك، احنا مش ضدك، احنا ما بنعملش كده عشان يعني نضر حد. وعايز اقول لكم ان المقارنات دي والله فادت المطاعم كلها، فادتكم انتوا قصدي عن المطاعم، خلت المطاعم كلها زي ما انتوا شفتوا حصل في بيت المشويات باعت كيلو صافي وبيهتم بالموضوع. واي صاحب مطعم اوعدكم ان اخليه يبعت لكم الكيلو كيلو. وهنا في مطعم شيرين زون هتاخد الكيلو كيلو حتى لو بيخس، اتفقنا ان ده كيلو، غلوا السعر بتاعكم، ادوا للناس كيلو صافي ياخد كيلو صافي. ويبقى امانه الله بقيه المطاعم دلوقتي فاهمه وخايفه من المقارنات، ومش هنوقف كده. واللي رحنا له مره وادانا وزن قليل هنروح لك تاني ونشوف يعني مش هنوقف المقارنات. يعني لو فاكرين ان سلسله الكفته هتخلص هنعيدها تاني، هنجيب تاني من كل الناس اللي جبناهم ونعيد تاني ونشوف المطاعم اخبارها ايه. مش عايز اطول، يلا بينا، وادعوا لي ان انا خليت لكم مطاعم مصر كلها تهتم بالوزن. نفتح ونشوف المره دي الحاج اشرف عامل معانا ايه. هنسمي الله. ومنظر جميل، منظر الكفته عند الرفاع بتاع السيده زينب جميل. تعالوا نوزن كعادتنا، العاده الجميله بتاعتنا اللي ادت دروس لمطاعم كتير وفادتكم انتوا. فانا مبسوط ان انتوا استفدتوا من الحوار ده. كيلو الكفته هيقف عند الرفاعي كيلو الا 4 جرام. يمكن عرقت وهي جايه في السكه وخست ال 4 جرام. كلامك مظبوط يا حاج اشرف، تحياتي ليك انك الكيلو طالع كيلو. انا حبيت الموضوع دوت، ولكن عايز افهم ايه دي؟ ايه دي يا حاج اشرف؟ ازازه ويسكي؟ باعت لي ازازه ويسكي ليه يا حاج اشرف؟ عايزنا تسطل ما اعرفش اقول رايي في الريفيو. الفكره حلوه يعني ان هو يبعت ازازه وجاي لي 3 طحينه، 3 سلطه خضراء، 2 سلطه خضراء ومخلل، وتقريبا ده بغنوج. يلا نسمي الله، انا مش عايز اطول. هي وصفه سخنه وفيها لسعه لذيذه كده. منظر الكفته من جوه يسر، المنظر حلو. تحياتي ليك يا عم يوسف، بسم الله. وكنا عاملين لنا مخصوصه بتوع الرفاعي. ايه ده؟ اول مره اكل كفته فيها، عارف انت، فيها الجوسي بقى. بص ده هي حته صغيره بص، وفيها الجوسي خالص. ايه ده؟ ايه ده؟ ده كلام ده في عقلتين. ده جوسي خالص، مسكره قوي يا ولاد اللعيبه. هو يكونوا عاملين ده مخصوص بالله عليكم، بس هم الصراحه لا ما يعرفوش ان الموضوع في ساعه. تاني سنه اللسعه دي مديها طعم الكفته حلو. سنه اللسعه دي جميله، والكفته طعمها حلو قوي 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 قوي. مش عايز اطول عليكم، عارف ان طولت جامد. كفته الرفاعي ليها تاريخ وعظمه على عظمه. يا عم هات يا عم اشرف. ايه ده؟ انت ايه حطيت لي سم قاتل؟ حراقه قوي. يا لهوي على الشطه اللي تحت، قرب كده. حاج اشرف بتنتقم مني؟ انا بحبك. تحياتي لكبابجي الرفاعي المره دي، تحياتي لبيت المشويات، تحياتي لفرحات بس يظبط الوزن بيت المشويات. وما طلعتش كده لناس
انت الغلطان. ولو ما طلعلكوش المنظر ده اطلبوا زي، قول له هات الحاجه اللي طلعت تاني. خد لما طلب كيلو الكفته ب 1250. ما اعرفش انا لكم ريسيد ولا لا. كيلو كان ب 1250 عشان بس هتقول ان انا ما وريتلكوش السعر. 1250 جنيه ومفيش دليفري. احنا رحنا جبناه، ما اعرفش فيه ولا لا، بس انا ما لقيت لهمش رقم على النت يعني. اقفل الفيديو وما تنساش ان انت اصلا مش هتشوف الفيديو ده كامل على الانستجرام والتيك توك، هتشوفه كامل فيسبوك ويوتيوب. كان معكم هاني فود، صاحب اكبر مطعم من مطاعم السي-فود في مصر. انا صاحب شغلانه، عشان الناس اللي بتقولوا روح شوف لك شغلانه بدل انا فدتكوا جامد قوي في المقارنات دي. سلام.